بالتأكيد بتتابعوا كل الأحداث وكل البطولات، سواء كانت أحداث محلية أو أحداث عالمية، وبالتأكيد على الأبواب كأس العالم إن شاء الله. بنتمنى كل التوفيق لقطر في تنظيم رائع لهذه البطولة اللي أول مرة يتغير ميعادها. بطولات كأس العالم دايما كانت بتلعب في شهر 6، لكن نظرا للأجواء الحارة اللي فيها منطقة الخليج تم نقل البطولة إلى شهر 11 على مدى شهر كامل إن شاء الله. تبدأ يوم 20 من الشهر الجاري بمباراة تجمع ما بين المنتخب القطري والمنتخب الإكوادوري، وتنتهي يوم 19 من ديسمبر بإذن الله. كل الأمنيات للمنتخبات العربية، وهي بالترتيب قطر، السعودية، المغرب وتونس، بالتوفيق بأمر الله، وإن هم يعملوا نتائج طيبة. وعندنا أمل في الله إنه المنتخبات العربية، تونس اللي حققت أول انتصار، المغرب اللي حققت أول صعود، قطر اللي بتنظم لأول مرة، السعودية اللي أبهرت العالم 94 بصعود وأداء أكثر من رائع. فكلهم عندهم الإمكانيات اللي يظهروا بمظهر مشرف. مش عايز منتخب عربي يكسب مباراة وبعدين يخرج أو يخسر ال3 مباريات أو يقول لك أنا رايح لمجرد أن أنا أبقى متواجد في كأس العالم. لا، السعودية عندها كل الإمكانيات، قطر عندها إمكانيات معقولة، المغرب عنده فريق محترم، تونس عنده بالتأكيد تاريخ محترم وعنده فريق محترم. فعندنا أمل إن شاء الله أن المنتخبات العربية تؤدي بشكل جيد. كمان المبادرة اللي معمولة هناك توحيد التشجيع مع المنتخبات العربية، وأرجو أنه الجالية المصرية يكون لها دور هناك، انها تشجع قطر، تشجع السعودية، تشجع تونس، تشجع المغرب، لانه ما يبقاش بالكلام، يبقى بالتواجد في الملعب، يبقى بالتواجد في المساندة. تعتبر ان هذه المنتخبات هي منتخبات مصر. كمان المنتخبات الافريقية المشاركة في هذه البطولة، لانه نحن جزء من افريقيا ومش عايزين ننسى ده ابدا يعني. فعندنا المنتخب السنغالي، عندنا المنتخب الكاميروني، عندنا المنتخب الغاني، عندنا منتخب ايه تاني يا جماعة من افريقيا يكونوا موجودين، نبقى متواجدين ومساندين معاهم بقوة ان شاء الله هناك، لانه ده في النهاية بيدي صورة طيبة للكرة الافريقية والمنطقة اللي احنا شغالين فيها. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لهذه المنتخبات بالنجاح بإذن الله. وكل يوم بقى هيبقى لنا إطلالة على كأس العالم لحين انطلاق البطولة، واحنا كنا